هذه الشيلة من كلمات الشاعر أبو حيدر مرتضى مصلح المنتصر، يبعثها من ضفاف نهر المسيسيبي، يناشد فيها كل أبناء مديريات محافظة إب لتوحيد الصف، وكما هي أيضا تضامنا مع أسرة الفقيد الشيخ صادق أبو شعر أدا أبو حنظلة. يا لواء بكامل يا جميع المناطق، داخل المنطقة الوسطى وبمالبية، اعلنوا للعوالم كلنا الشوايخ صادق، صف واحد ولا حد يفلت خويه. يا رجال الشعر فيكم نشد المحازق، انتم الدعم والامداد رجال الحمايه. لو تطيح الجبال العاليه والمراهق بنلبي ونكف في صف واحد سويه. يا لواء بكامل يا جميع المناطق، داخل المنطقة الوسطى وبالعبية، اعلنوا للعوالم كلنا الشيخ صادق، صف واحد ولا حد يفلت خويه. يا رجال الشعر فيكم نشد المحازق، انتم الدعم والامداد رجال الحماية. جنبكم عود سالم ذي عادل فيالك، فرد واحد فقط منهم يا عادل سرية. قال بعدنا انتم للعدا سم رايق، من تجرع لفرجاله يذوق المنية. عدوى ديبان السده لها سيل دافئ، واهلها سيلها في ساعة العبقرية. شرقها النادرة ذي نادرة الخلايق، بالمواقف رجال توقف بوقفة قوية. يرضو حمير وتبع في ظفار الوثايق، انتم العاصمة للدولة الحميارية. يا يرم ذراع يحسب رجال العوايق، انتم الاصل ونعم يا الرجال الوافية. ولتيرض ماه الشمة ونار الحرايق، يا رجال الناكف ذي ناركم دوم حية. والمخادر لها تاريخ سابق ولاحق، ذي يلبوا الندى مهما تكون القضية. باسم القفر بوصفهم رجال الصواعق، ذي تهدى الجبال العالية المعتالية. يا حبيش انتم الانقاذ لمن كان غارق، وسط بحر النوايب والرياح العاتية. يا السبل والمشنة يا اليعب والبنادق، يا الظهر يا حزام الظهر والبندقية. يا المعاين معاجب له وكل المعالم، يا حواري مدينة أبي المركزية. ذخره يا ذخره بالحزام الحارق، للعدا تسقي الباقي من الحنظلية. يا العدين القوية بحزمها والمرافق، يا رجال الشدايد والظروف العاصية. عدم القاعدة هي قاعدة للشواهق، وارض سياني ذي فيها القرون العاصية. ما رجال العباد يرفعون البيارق، هم في السبرة العظمى لها أقوى تحية. يا خبا يا كتب يا ريابي يا كل واثق، فيكم الكل يوثق والثقة صرمدية. والتويتي مع ودي هلال العمالق، هم وعمار وريال للجميع مرجعية. والسحل والدليل والمال
لا قلق لا عوايق كالجبل معلنين الوقفة هاليا عربية لو تطيح الجبل العالية والمراهق بنلبينا كفي صف واحد سوية أهل الإبا هم رافعين البيارق قوم إخوة وعزة والمواقف جالية بالشجاعة هم الشجعان والكل واثق إن أبا الأبية بالشدايد عاتية والفون عندكم يقبل من عهد سابق أنتم أهل المبادئ والقيم والحمية يا رجال الوفا والعز بكل المناطق وحدة الصف فيها العزم والمعنوية كل واحد مع الثاني يشد الوثايق راي واحد يكون الأمر فيه شوراوية لا اجتمع شملنا مهما تكون العوايق بنزلها معا مهما تكون ملتوية داعي اليوم واحد كلنا الشيخ صادق القصص مطلبا كل من جنة القضية كلها الناس سواسية ولا به فوارق لا تزايد ولا به فرق هذا وذيه لازم انه يكون العدل والحكم ناطق حسب الشرع العظيم ايضا وسنة نبيه